طبيعي ولا طبيعي يكسب طبيعي ما يكسبش؟ لا خناقه العالم. فانا جايين له النهارده عشان هو مشهور بامامياته، فاحنا النهارده جايين نشوف هو مشهور بامامياته ليه. عملت ايه في الجلد زياده ولا ما نزلش جلد زياده؟ ما كان لسه الفيسبوك طالع، ما كانش فيه ولا حاجه اسمها انستجرام ولا يوتيوب ولا الكلام، كان اخرنا هاي فايف ونت لوج. الشباب اللي بيتفرج طبعا مش عارف احنا بنتكلم يعني كانت اخر سؤال بمناسبه الركب. ليه بتلبسها من اول ست؟ اصلا كنت لعيب كوره وركبي اصلا منزوع ابوه. بنزل عادي بتنفس وقبل الثلث الاخير في البوتم بوزيشن هو اللي هو امير في مصر. سوبر بلو 11 7 اجيب لك من الاخر وانزل في الوضع اللي انت فيه زي ما نزلت خلاص. العاده الفار شغلانه الفار لو سمحت. اول يو بس الست دي كانت احلى من اللي فاتت. دلوقتي بقت عادي ان بشوف فيديوهات واحد طالع. خليني بقى اقول لك تاخد الحقنه ازاي. رياضه كمال اجسام، طالما طلعت على المسرح طبيعي او مش طبيعي، انا بمسح كلمه رياضه. رأفت الهجان بيعدي من جاش كويس كده. العواجيز بترجع الاوزان اهي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في فلوج يوتيوب جديد. النهارده فلوج فيه معانا ضيف جامد جدا. ضيف جامد جدا جدا. فلوج ضيف جامد جدا. طبيعي برو بودي بيلدر، حكم تلاقي، مدرب تلاقي، اونلاين تلاقي، كل حاجه تلاقي. كابتن احمد بسيوني نجم البودي بيلدينج الطبيعي. اهلا وسهلا بيك في برنامجنا الجديد. احنا مش عارفين اسمه ايه لغايه دلوقتي. انا اسمي احمد جمال بسيوني. 37 سنه. يقطن في دبي بس مش اعزب للاسف. يا جماعه بسيوني من الشباب الجامده جدا في الناتشرال بودي بيلدينج. اللي هم الطبيعيين اللي ما بياخدوش حاجه. لسه قلب كسب برو السنه اللي فاتت. هنتكلم في موضوع طبيعي بس نخلص التمرين ونتكلم في موضوع طبيعي. لسه كسبان برو السنه اللي فاتت، وغير كده هو حكم في الاتحاد وراجل يعني اكومبلش جدا في البودي بيلدينج ومن الناس اللي انا بحترمها جدا يعني. فانا جايين له النهارده عشان هو مشهور بامامياته. فاحنا النهارده جايين نشوف هو مشهور بامامياته ليه. دلوقتي مشهور بكتير امامياتي دلوقتي. هنعمل النهارده تمرينه اماميات عباره عن احنا بنسخن دلوقتي الاول على الليج اكستنشن. هنعمل تمرينتين. انا دخلت شمال على طول كده ولا خش براحتك خش وكمل وبعد كده براحتنا. هنعمل تمرينتين زي سكوات موفمنت، هنعمل بندلم وهنعمل ليج بريس وهنعمل ليج اكستنشن وهنعمل ادكتور والسمانه عشان ما نظلمهاش معانا. يلا بينا نسخن على الليج اكستنشن كده شويه. احكي لنا بقى بس. الموضوع بدأ في 2004. كنت كان عندي 18 سنه، يعني شاب اوفر ويت 120 كيلو وانا طولي 170. انا عاجبني انك بتنبهر تاني. طولي 170 فما كان كتير عليا يعني، وانا فريمي صغير، فريمي مش كبير. فالمهم واحد صاحبي انت عملت اثنين، نعمل واحده كمان. عمل واحده كمان. واحد صاحبي قال لي بسوني بقول لك ايه، احنا مليانين وبتاع وعايزين نخس وكده، وفي بنات بقى وجامعه والقصه اللي انت عارفها دي، وكان كمان تاني سنه جامعه ليا لان سقطت اول سنه. فقعد فاضي، كان معايا باين 5 مواد ولا حاجه. المهم يعني قلت له يا معلم انا يلا الخس. اعمل ايه بقى؟ مش عارف حاجه خالص. راح لدكتور كتب له دايت، عارف اللي هو خياره وطماطمايه على الصبح بيضه مسلوقه واربع فولات والحاجات دي و40 شوكولاته عشان لا ما كان والله ما كانش فيه. عارف الدايت الكيميائي اللي هو يقول لك كل سكر بس اشرب شاي عليه سكر عشان السكر ده يضرب السكر. عارف الجو ده. طبعا كارديو كتير بقى، كارديو كتير. هو ما قاليش عليه بس انا كنت عمال اعمل كارديو. نزلت من 120 ل 54 كيلو يا لهوي 6 شهور من غير ما المس جيم. ما اعرفش كارديو واكل بس. فكنت عباره عن ان انا بني ادم سكيني فات بحت هزيل. كان اللي بيشوفني مثلا جاي من قرايبي اللي مسافرين، انا خلاني في دبي هنا، كانوا ينزلوا يروحوا يقولوا لامي واحمد انت عارفه السن ده يعني كده بياخد حاجه. بياخد حاجه. هو طب اطمن عليه طيب، نروح نكشف عليه طيب. عارف كده بالظبط والله. طب عملت ايه في الجلد زياده ولا ما نزلش جلد زياده؟ ما دي بقى كانت قصه بقى. انا لما خسيت الخسسان ده عشان دي مشكله بتقابل كل، اكيد بيجي لك ناس كده كتير وانا بيجي لي ناس كده كتير. واذا لعبت رياضه جلدي هيتشد بص انا اول ما خسيت اول مره في الاول فانا كنت مبسوط فرحان بقى خلاص. واحد خس اروح اقيس لبس، كل الماتات مش جايه مقاسي، كنت بلبس في الكيد سكشن. انا هجي لك لحته الجلد دي ولا عايزني اقول لك عليها دلوقتي؟ براحتك ماشي. وقتها بقى لما رحت اقيس لبس لقيت نفسي مش مبسوط وبلبس لبس عيال صغيره. دلوقتي بقى وقتها ادخل الجيم بس عارف عمال اتمرن ومفيش بقى. كان لسه الفيسبوك طالع، ما كانش فيه ولا حاجه اسمها انستجرام ولا يوتيوب ولا الكلام. كان اخرنا هاي فايف ونت لوج يعني وماسنجر ونادج واي سي كيو. الشباب اللي بيتفرج طبعا مش عارف احنا بنتكلم يعني كانت اخرنا كده حاجات غريبه جدا يعني. فعارف بتمرن وبشيل اوزان وبتاع وجسمي شكله بيتغير، بس عارف الفورمه البلدي المليسه دي ما اعرفش يعني. انا عارف ان انا اكلي المفروض هاكل فورمه سيخ الشاورما انا بسميها. الله ينور. ايوه بسميها كده. الراجل بياكل 3000 كالوري والست بتاكل 2000. المكونات ما اعرفش.
فالمهم قعدت اتمرن وكان دايما بيقابلني بقى مشكله انت بتتكلم فيها، انا مش شايف تفاصيل في بطني. طب انا وزني قل، طب ليه مش شايف تفاصيل؟ يعني في حاجه غلط. سنه في الثانيه في الثالثه لحد ما جيت هنا في مره دبي. لما جيت دبي هنا في 2010 قررت ان انا اسيب الحديد شويه وبدات افهم في النيوتريشن، بس فكرت ان انا هبدا اعمل ماراثونز اصلا. اللي هو انا عايز اشوف اللي في بطني ده، ما هو حاجه من الاثنين، ما هو لو جلد هيبقى المفروض عامل كده، بس انا بمسك حاجه لسه في حاجه جوه، في حاجه جوه. وقتها لما نزلت انا شفت كل تفصيله في جسمي، كل تفصيله بمعنى كل تفصيله. طلع ان هو مش جلد. اتضح ان انا عندي جزء جلد وجزء دهون. اوكي. بس الجلد اللي عندي الحمد لله ما كانش كتير قوي. بس هل هو اتشد؟ لا. هل في حاجه ممكن تشده؟ لا. غير الجراحه هي الحاجه الوحيده اللي هتشده. دلوقتي في حاجه جديده طالعه، عارف الناس اللي هي لما بتعجز جلدها بيكرمش شويه فتلاقي بطنها كرمشت، في حاجات زي اسمها جي بلازما والحاجات دي، حقن حاجات بتدخل تحت الجلد وتشد. مش هي الحل، ما هو في حقن لكل حاجه دلوقتي، بس الحقن بس دي تنفع مثلا كان عارف اللي بيروح يعمل بوتوكس عشان يشد التجاعيد حاجه حل. بس لو انت عندك الجلد جلدل مفيش حل غير جراحه عمليه، ملهاش حل تاني. وده بقى مشكله ان نرجع نقول للناس ايه بقى، ان انتوا العبوا خسوا بحديد وكارديو، ما تخسوش بالكارديو بس. بالظبط، ده مليون في المية دي مشكلتي مع الناس. كمان بس خلي بالك كمان في نقطه مهمه، في ناس لو وصلت لمرحله ان هي اوفر ويت وبدا يبان ستريتش ماركس كده هيطلع جلد زياده، بس لما بتخس بسرعه بيخلي الموضوع اسوأ. بس هل هو هيلغيه؟ لا انت خلاص حاجه شدتها فتره طويله، بس ممكن تمانجه ان انت يبقى بتبني عضل وبتخس في نفس الوقت، فمش هتشوف الدروب اللي بيحصل في النص الوقت اللي. وغير كمان انت لما بتعمل دايت عنيف ده بيأثر على الفاتس اللي في جسمك والكولاجين والحاجات دي كلها، فجلدك بيبدا يعجز يدبل. بالظبط، جلدك بيعجز فما بيلحقش يظبط الكلام ده. سؤال بمناسبه الركب، ليه بتلبسها من اول ست؟ خلينا بقى نتكلم بقى. انا بلبسها من اول ست. عندك حاجه في ركبتك؟ لان انا اصلا كنت لعيب كوره وركبي اصلا ملزوقه بوه. والله ده اللي هو امير في مصر. هو اللي هو امير في مصر. سوبر جلو. ركبي خلصانه، دبدبت بقى وخبطات واي تي ال ويمين وشمال وجازعهم كذا مره وبتاع، فانا ركبي خلصانه. فمن الاول بقى شعبك في رضا ربنا 43 سنه، انت لسه صغير مني شويه، انت كبير. هلبسها في الست اللي جايه يعني مش بعيد يعني انت كبير بالنسبه للشباب برضه، بس انا لسه صغير. ادخل دلوقتي، احنا هنعمل هنا مجموعتين بس او طب اشرح لي بقى نظريتك في الليج بوزيشن عشان الليج بوزيشن. طيب عشان نشرحها خلينا بقى نشيل الويتس خالص واقول لك انا ماشي بحط رجلي عشان مبدا اللي هو رجلك فوق، رجلك تحت، رجلك واسعه، رجلك ضيقه، رجلك ورا دماغك، الحاجات دي كلها. انا بالنسبه لي انا ببسط الموضوع خالص. ناس كتير بتاخد التمرين ده بتقول لك عايز تارجت جلوتس ولا عايز تارجت كوادز؟ ده كوادز اساسي، ده كوادز. عايز جلوتس، في حاجات احسن من كده للجلوتس، بس انا بالنسبه لي كده. فعشان تارجت كوادز محتاج ان انت تعمل ني فليكشن على الاخر، او من تعمل ستريتش من الاخر للعضله دي في اقصى حاجه، لم السمانه في الخلفيه، بطاط في الخلفيه زي ما بنقول هنا، ماشي؟ في الخلفيه بكل اللغات. طب انا عشان اعمل ده، مش كل الناس الاناتومي بتاعتها زي بعضها، فانت الماشين دي مثلا مديالك شويه ان انت ايه ترفع وتنزل ومش عارف ايه وكلام من ده، وفي ناس عندها انكل موبيليتي، ناس ما عندهاش، القصه اللي انت عارفها دي كلها. انا بالنسبه لي، وحتى لما بيجي لي كلاينتس بقول له حاجه حلوه قوي، ارفع الماشين واقعد تحت، شوف المكان اللي انت قاعد فيه وانت مرتاح، لان انت لو بتعمل اي تمرين وانت مش مرتاح لو من غير وزن، لما بتحط وزن هيتعبك اكتر. فانا بالنسبه لي فين يا معلم المكان اللي انا قاعد فيه مرتاح؟ طلع رجلي فوق، انزل رجلي تحت، رجلي على البلاتفورم، ظهري مش مرفوع، يعني ما ينفعش مثلا ابقى رجلي كده وظهري عامل كده. خلاص انا قاعد كده مثلا، انت مرتاح ممكن تقعد كده 5 دقايق، ده مكان رجلك بس. وحته بقى الكعب على البلاتفورم ولا بيطلع من كعبي، بيطلع من الارض؟ بص هو عادي ما فيهوش مشكله. بعد بقى لان الناس دايما بتقول لك زق من كعبك زق من كعبك. في ناس ساعات بتقول بس في تمرين مثلا زي الليج بريس، لان انت لما بتبقى نايم كده وبتنزل كعبك بترفع، ساعات بيحط حمل على التيبيالس هنا. بس هو عادي لو انت الموضوع بالنسبه لك. انا بالنسبه لي لو كعبي اترفع شويه احسن من ان انا ما يكونش عندي انكل موبيليتي كويسه واقعد اشد هنا على الاكيلس والاكيلس يطرقع منك. بالظبط. طب وليه؟ دي الفكره. فهو مش فاهمين ان انت ممكن تكون بتطلع من كده عشان تريليف بريشر من على الاكيلس. بالظبط. اصل هي الفكره انت رفعت كعب رجلك كانك لابس سكوات شوز يعني، بس الموضوع بسيط يعني، ما تصعبش الموضوع على نفسك بس. وحاجه ثانيه كمان، الناس اللي ماشيه بمبدا اخبط الماشين تحت او اطلع، هي اصلا مالهاش علاقه، مش اي نزله للاخر، هي نزله للاخر. يعني انا مثلا هوريك حاجه ثانيه، هوريك انا دلوقتي مثلا انا ممكن ابقى اقول لك ايه، واحد مثلا هنخبط الماشين زي بعضها، هنخبط الماشين انا اهو هنزل كده هل انا كده جبت اخري؟ لا ما جبتش اخري، ما جبتش اخري، لا يا باشا
ظبط الدنيا تبقى ماشيه معاك كويس، انزل الاخر. ولعلمك نزلتك بتفرق لو انت الفاتس عندك عاليه او قليله. في فاتس بتبقى ايوه طبعا، بيلمسوا بدري. ايوه بالظبط، مش بتلمس زي ما تبقى زيرو فات في الاخر. بالظبط. فانا بالنسبه لي هنبدا احنا نعمل مجموعتين، ماشي، توب سيت وباك اوف سيت، بس هنسخن الاول ورم اب سيت. يعني انا التوب سيت عندي هنا تبقى 3 بليتس، انا كنت وصلت 4 الصراحه، بس انا بقى لي فتره مفشل. بس هنعمل توب سيت وباك اوف سيت. ماشي. انا بعمل نفس القصه، انا برضه بعمل الفول سكوات موفمنت هيفي، يا هاك سكوات يا بندلم، بلعب بيلد اب والعب 1 هيفي سيت اللي هي 8 عدات تمام، وبعمل باك اوف واحده 12 15. حلو قوي حلو قوي، انا بعمل نفس الكلام. فهنبلد من هنا لحد ما نوصل للتوب سيت. يلا بينا. بعمل ايه بقى؟ اول مجموعه بلعب من غير وزن خالص، بس بتعامل كاني في وزن، مش اللي هو برزع خالص. فانا مثلا بنزل خلي كونستنت تنشن على العضله وانزل التيمبو. بس دايما وانا طالع بحب اطلع بابوش، عشان انت ليه بتعمل ورم اب سيت؟ عشان السنتر نيرفس سيستم عندك يشتغل. تعرف كلمه ورم اب دي اصلا مش صح، هي اسمها بوتنشيشن او برايمنج نيرفس. بالظبط، الله ينور عليك. بوتنشيشن، لان انت جسمك مش بتسخنه، انت بتشغل جهازك العصبي ان هو يبعت لكل الفايبرز ان هي تشتغل بالظبط. فعشان كده انزل بالراحه، ركز ركز ركز. وعشان تاخد برضه على التيمبو، عشان ما تحط وزن ما تنزلش بالوزن تتهبل. الله ينور عليك. ممكن تطلع تكسبلود، ما انت ما فيش تايم اندر تنشن. بالظبط. فانا بدخل دلوقتي مجموعه كده فاضيه خالص، وكل ما بعلى بالوزن في الورم اب سيتس بقلل العدات. انا مش عارف انا عملت كام عده، بس انت بتحسها يعني. جامد. جهاز جديد عليا، فبس ايه، هو الجهاز اصلا كمان تقيل، خلي بالك. يعني اللي زي ده في ترينر اس اف اتلانس تقفله عادي. ايوه تقفله لا اسهل من كده بس زاويته احلى كمان. هي زاويته احلى التاني، بس ده احلى عشان بتعرف تغير البليت. بس التاني تحس ان الارك بتاعه مظبوط. حاجه بقى كمان مهمه، موضوع النفس. شوف مالهاش دعوه، مالهاش لازمه خالص. الشباب بيجي له فتاء من كده. والله انت دلوقتي بتلعب على ماشين، هو فكره ان انت بتكتم نفسك ايه في السكوات والحاجات دي، ان انت في الهواء. فانت عايز تبريس الكور بتاعك، انت هنا الماشين ماسكاك. فانت بتبريس ليه؟ مش المفروض تبريس زي مثلا في باك سكوات في الله ينور عليك. فالفكره كلها بنزل عادي، بتنفس 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 بتنفس، وقبل الثلث الاخير في البوتtom بوزيشن. بالظبط. $11 7 اجيلك في الاخر. اعمل كده وانزل في الوضع اللي انت فيه زي ما نزلت خلاص. بالظبط زي ما نزلت خلاص. الموضوع ايوه، لان في ناس بتبقى رجليها لفه لبره اصلا في البوستشر بتاعها. انا واقف كده اصلا مش مرتاح. ايوه ما هو من غير مشيل. انا بقف، انت يمكن عندك اوسع سنه، بس انا عندي كده مثلا. بالظبط، هي مالهاش علاقه مالهاش علاقه خالص ان انت مرتاح فيها تعرف تزق. انا عايز دي في ايه؟ انا عايز دي، ماليش دعوه بدي. ما دي ما تبقاش كده بقى. يعني انا عايز دي راحه فين. بس خلاص. دي هتبقى بالنسبه لي تاني مجموعه تسخين. هعمل ممكن عدتين او 3. ما انا بقعد 3 ولا 2 3. روح على اطول يا حسن. هبقى انزله لك. هبقى انزله. طويل قوي من 8 سم ل 178 يعني. ماشي يعني 8 سم دول مش شويه. مشكله بس اسم الباسيونيه ان هو لايق مع الماسونيه. ما هو هتلبس اكيد حد قال لك يعني. يا لهوي والله ما شفتها. انا خلاص انا بقيت راجل بتاع عوره وراجل بتاع ماسونيه وبشغل اغاني. انت ما عندكش تاتوز. انت هتخش النار زي انا عندي. لا ما انت راجل كافي. انت بادئ 2016. انا بعديك. انا بادئ 2016. انا بقولها كده. يعني بقالك كام كده؟ بقالك 10 سنين تقريبا في المان كوتشنج. انا ممكن سنتين وبعمل تاتو. بالظبط. مش فاهمين يا عم ان احنا كنا اشقياء وربنا تاب علينا. طب الناس بتستكتر علينا التوبه يا حاج. بس ما شاء الله.
ايزي بس. الله عليك. ولا الهوا. ما شاء الله. يلا انا معاك ما تقلقش. واحده كمان. يلا ايزي انت لوحدك انا. اول يو. كام كده؟ انت ما عدتش. انت عديت؟ لا بس عادي ممكن يقول لنا. اعمل العاده الفار. شغلنا الفار لو سمحت. شغلنا الفار. بسم الله. ايزي. ايزي ما شاء الله. 2 3 وحش 4 ايزي خالص. اي 6 اي اي. في 2 كمان. اه ايزي كمان. بتهيألي فيها 2. فيها 2 كمان ان شاء الله. واحده كمان. اديني في العتاق. حق تاني الحق تاني. كارديو ها. هو النفس مش الوقت. هو النفس مش الوقت. هو النفس والزق فاهم. هو النفس. عارف مش قالت لك ايه؟ طالما وجعك تعملها ليه؟ مش ميك سنس. حرام عليك يا بسيط. حرام عليا ايه؟ انا راجل عجوز يا عم. طب انا حاسس ان سخاني ان انا ادخل بنفس الوزن. وهفايل ماشي؟ يلا ريح انت شويه عشان هنفايل هنقع يعني. الحاجات في مطاعم كتير بصراحه بدون ذكر اسماء ماكروس في الشلاحات. دي حقيقه. بص انا هسالك سؤال. انت بقى عندكم انا متاكد انت مش هتعمل حاجه مش مظبوطه. بتمونيتور الناس اللي بتعمل الاكل ازاي بحيث ان هو لان اللي بيبقى واقف في الاول والاخر هو موظف. فممكن يا عم معلقه الرز شكلها 50 جرام ما اعرف فاهم. لا بالمونيتور لان احنا انت عندك الشيفs اللي بتطبخ وعندك واحد بيوزن. كان عندك كيتشن مانجر اللي هو بيمانج بقى القصه كلها. كيتشن مانجر جزء من شغله كواليتي كنترول ان هو بيقف يتاكد من الميزان وبيكالبريته الصبح وبعد كده بيوزن الوجبات. ما انت حاطط ايه المفروض الوجبه دي مكتوب عليها ايه 200 جرام فراخ و100 جرام فاصوليا و200 جرام رز. فدول كام 500 جرام. العلبه كام 30 40 جرام. 30 40 جرام فانا حطيت اذا اكتر من كده او اقل من كده يبقى فيه ارجع. فاهم قصدي؟ والماكروز نفسها جوه الحاجه مظبوطه بطريقه الاكل مظبوطه على بص على حاجه بيبقى في مارجن اوف ايرور طبعا ده احنا نفسنا بنعمل كده. وخلي بالك في ديفرنت تايب كلاينت. لو انت مثلا بيجي لك كلاينت لايف ستايل فاللي هو ممكن تبقى فليكسبل بياخد حاجات بقى فليكسبل اكتر فيها صوص فيها بتاع دي بيبقى فيها شويه فليكسبيليتي اكتر. لما مثلا انا محضر السنه اللي فاتت كلها من المطبخ عندنا لما جيت حضرت المطبخ عندنا دي كل حاجه مظبوطه معانا. كنت يعني انتوا عندكم كمان حاجات للتحضير؟ يا جماعه الموضوع ده خطير. والله خطير. انا عن نفسي لو هاجي احضر ولا وتطلب من غير سولت ومن غير وبسولت يعني مثلا انت بتيجي اخر 4 اسابيع بشيل الملح بالاكل وبوظ الملح. انت فاهم. قلت اسم المطعم ايه؟ سوبر ميلز. سوبر ميلز. لسه هنا قدامك الناحيه يا جماعه اكل وانت تقول لو طلعت على الستيج السنه الجايه والجلوس مش مشرفه اعرفوا ان نفسك حسن. الباس يسخن دي كانت المفروض باك اوف بس بقى بدل ما اعمل عدتين المفروض دي كانت باك اوف يعني ايه يعني يخفف الوزن نلعب عدات اكتر. هو سخن ان هو يخش بنفس الوزن تاني. طبعا عشان حطيت 12 وهو حط 8 ولا 9 هيخش يحط 15 دلوقتي عشان يعلم علينا ولا يبقى عارف. سخن اهو ربط الحزام. 1 2 ايوه بقى كده 3 ولا الهوا 4 5 ايوه كده 6 بسم الله ما شاء الله ايزي 7 يلا 8 انا معاك في الحته دي يلا 9 فيها 2 3 كمان ايزي يعني. خد نفسك على مهلك 3 2 1 جو اول يو. الموضوع في النفس. والله الموضوع في النفس.
بس الست دي كانت احلى من اللي فاتت. لا دي كانت كارديو، ما كانش دي تيكي 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 كانت كارديو. كويس. انا مبسوط انك سخنتني. ايوه كده. خش انا واحده كمان. يلا بينا. اوه ده في زياده ده. حطينا 10 كده قلنا. ايزي. ان شاء الله ودي ولا حاجه. 5. ايه ها 6. ايزي. لسه فيها خد نفسك. ها لسه ما عملتش حاجه. لسه ايزي. روح. في واحده بقى. واحده كمان. هنزل اقعد تحت مش هطلع. مش مشكله هنشيل الوزن عادي. ها اب. هي دي. تحياتي. واحد ما يتمرن مع وحش كده يسخن. حلو التسخين ده. والله. نتكلم في ايه؟ كنا نتكلم بقى. ما ينفعش انت تبقى موجود وانا ابقى موجود يعني. ما نتكلمش في موضوع الشائك. الايه؟ ما نتكلمش في موضوع الشائك. لازم. اللي بيجنن الناس. انا احب اشكشك. طبيعي ولا طبيعي يكسب طبيعي ما يكسبش؟ لا. الخناقه العركه اللي دايره دي ايه رايك فيها؟ بعيدا عن الترند. شوف انا هقول لك نقطه وهقول لك حاجه وارجع للنقطه دي على طول. بص في شباب صغار كتير لسه طالع. حلو. الشباب دول وانا عذرهم. انا بص يمكن انا وانت ممكن نكون بنبص للمواضيع دي من زاويه غير اللي الناس اللي على السوشيال ميديا بتبص لها، ومش بقلل من حد، بس عشان احنا وصلنا لمرحله ماتيوريتي. ايوه. شاب لسه طالع. لسه عايز يبان. عارف الحماسه اللي كانت بتبقى عندنا واحنا صغيرين؟ وعمال يقول لك البايو ميكانكس ومش عارف ايه والحنيكه. لازم يبقى مميز. مبسوط بلعبه جديده. شجعه. بدل ما تقعد تكسر فيه روح يعمل فيديوهات رقص على التيك توك. دي انا معاك فيها، بس انا قصدي ايه بقى؟ نرجع للحته بتاعت دي. انا ولا مع ده ولا مع ده. انا شايف ان الاثنين غلط. بمعنى ان احنا يا جماعه بنلعب رياضه اسمها كمال الاجسام. بالظبط. احنا بنحب الرياضه. انت بقى بتلعبها كده، انا بلعبها كده. انا ما عنديش مشكله فيها. انا عندي مشكله بس مع واحده بس، اللي هو بيقول ان هو طبيعي وهو مش طبيعي. لان ده كده بيجيش. وعندي مشكله كمان. اللي دلوقتي بقت عادي ان بشوف فيديوهات واحد طالع. خليني بقى اقول لك تاخد الحقنه ازاي. لا دي غلط. دي غلط. الناس الكبيره فاهمه لما تيجي قدام عيل صغير. ودلوقتي على فكره بقى في عقليه منتشره جدا ان عضلات من غير استرويدز ما ينفعش. دي حقيقه. هو الانافار بيتوزع في الجيمات زي الاميننت. في بنات بتاخد انافار. ده كميه بنات بتاخد انافار دلوقتي نعرفها مرعبه. بص اقول لك حاجه. انا مثلا راجل كنت بتعرفني من زمان ونعرف بعض ان احنا عواجيز من جوه بعض. انا قعدت 39 سنه طبيعي. جيت وانا كملت 39 قلت يا جماعه احنا بنلعب بودي بيلدينج ونفسي اكسب كارت احتراف. فهم قالوا لي انت هتبقى طبيعي ولا لا؟ قلت انا مش طبيعي. بس عمري ما طلعت قلت فوائد ولا اضرار ولا اتكلمت في الموضوع ولا حاجه. بالعكس انا اتكلمت على الاضرار وقلت يا جماعه لو انت عايز يبقى شكلك حلو على البحر، تبقى فورمه وتبقى مش عشان البنات تعجب البنات والكلام ده كله، تقدر تعملها طبيعي. هتاخد منك وقت اكتر والتزام اكتر والكلام ده كله، بس تعملها. انما اللي بياخد ستيرويدز عشان يطلع شكله حلو على البحر زي اللي نازل يتخانق في الحاره ببازوكا. الله ينور عليك. انت نازل تتخانق بسنج. الله ينور عليك والله بجد. وفي نقطه كمان مهمه. انا بقى بالنسبه لي وقلتها قبل كده في بودكاست قبل كده، مش رياضه كمال اجسام. طالما طلعت على المسرح طبيعي او مش طبيعي، انا بمسح كلمه رياضه. انت مبهدل جسمك انت حتى لو طبيعي. واصل نسبه الدهون اصلا مع الدهون اللي حوالين الاعضاء بتاعتك من جوه اتشالت. انت لو وقعت ممكن يجيلك نزيف داخلي. انت انا واحد من الاسباب. انا عندي جالي حاجه اسمها كولايتس بعد البطوله. الكولايتس ده اللي هو قرح في القولون. عندي قرح في القولون. من اسبابها الفتح والقفل بتاع الاكل ده. وبيجي لك بودي ديسمورفيا. انت عمرك شكل ما دي بقى اللي كنا فاكرين ان احنا ايه ده شكلي حلو. وانا في الاوف سيزون بيبقى شكلي احلى مثلا من ايام ما انا كنت شكلي فاكر يعني زمان وانا صغير. كنت يعني عندي 4 باكس وكان كيس صغير بس كنت شايف نفسي بتصور في المرايه وبعد كده. انا في الاوف سيزون عندي 6 باكس برضه. بس بتكسف على التيشيرت لان عندي بودي ديسمورفيا. انا شايف مهما بصيت في المرايه عمرك بتقارن نفسك بالستيج. وعمرك ما هيبقى كفايه. ما ينفعش. وعمرك ما تبقى كفايه سواء كنت طبيعي ولا مش طبيعي. انا شايف بس ان الشباب لازم يهدى على بعضه. مش وممكن تعمل كونتنت من غير ما تطلع تشتم في حد، وممكن تعمل كونتنت من غير ما تقلل من حد. لان سواء انت كنت بتاخد ولا ما بتاخدش ولا الكلام ده كله بيتمرن. اغلب ما بيحللش ستيرويدز غلط وخطر وبتعمل مشاكل وممكن تموتك وممكن تعمل لك عقم وتعمل لك الكلام ده كله. لازم تاخدها مع الدكتور ويبقى فيها ريسك. انت عارف ريسك اللي مبني فيها.
فاهم قصدي؟ بس ان انت تاخد ستيرويدز عشان يبقى فيها شكلك حلو على البحر، عشان انت لو مؤاخذه في الكلمه بالظبط ومش عايز تتمرن شيلها اعمل بيبيا ان انت مش عايز تتمرن مش عايز تعمل الكلام ده. ما كان الناس فاكره ان انت ممكن تاخد ستيرويدز من غير ما تعمل دايت، ما انت هتبقى شبه شيخ الشوان. والله مش ده الحل يعني. لا بس انا معاك جدا، انا بشجعك انت جدا والشباب اللي هم فتحوا للناس طريق تاني ان هو فيها ممكن تعمل عضلات من غير ستيرويدز. انا بالعكس انا شايف بس الكلمه بقى الثانيه موضوع الطبيعي يكسب. المشكله ان في ناس خدتها على صدرها. انا اصلا عارف الناس اللي خدت هو مش قصدي ان هو يكسبك، هو قصدي ان هو حاجه صحيه الى حد ما. بس لكن عادي زي بس انا شايف يا جماعه انا هقول لك هيبقى حرب. هيبقى حرب وزي الحرب الساينس بيزد ولا الاولد سكول. انا بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها اولد سكول وبايو ميكانكس او اولد او نيو سكول لسبب. اللي اخترع تمرين اللات بول داون زمان اللي كان غلط ده كان ساينس. بالظبط. هي بس الموضوع كله ايفولوشن او تطور للعلم القديم. لا وبعد كده بقى يعني برضه ايه بقى نحط الامور في نصابها زي ما بيقولوا كده. انا بشوف بقى فيديوهات شباب 18 سنه و19 سنه بيصلحوا على مدربين واخدين الاولمبي. انا مش عارف اقول ايه. هاني رامبو ده حمار. تشارلز جلاس ده حمار. ما عنديش مشكله انكم بنلحق غلط بس مش اشتغلت. بس اشتغل. شركه تنفع. شغال انت بقى بطريقتك. شركه تنفع. طب الراجل معاه 27 اولمبيا. انا هقول لك مبدا عندي مقتنع بيه مليون في المية. فاقد الشيء لا يعطيه. لا يعطيه بالظبط. ما عنديش مشكله. بص احسن انا عمري طلعت اتكلمت وقلت لك احسن تمرين البايسبس عشان انا ما عنديش بايسبس جامده. لا بس انا ممكن اقول لك انا بعمل ايه دلوقتي عشان احسنها. نفس القصه. انا دراعاتي ويك بوينت فانا كنت بقى اوفر ترين مثلا دراعاتي. اما قللت تمريني وزودت الانتنسيتي اتحسنت. فطلعت قلت يا جماعه والله مش بالكتر ده اللي انا عملته ونفس اللي انا عملته في الرجل. انا قعدت سنتين اوف سيزون قلت لهم يا جماعه اللي انا عملته عشان اطور رجلي ممكن ما ينفعش مع حد تاني. لو هنتكلم على الهاي فوليوم والهاي انتنسيتي دورين ييتس هاي انتنسيتي، ارنولد او مثلا خلينا نجيب مثال تاني ومايك منزر، كل واحد فيهم مدرسه كلهم عندهم عضلات. انت بقى اللي انت رحت بس عايز تمشي على البحر يا عم انت عايز اي حاجه. انت عايز اي حاجه. انت عايز اي حاجه اعمل حاجه بس الاول بعد كده. ايوه بالظبط. لا وبعد كده الناس اللي بتوفر انالايز عارف اللي هي بيسميها باراليسيس باي اناليسيس. دي بقى موجوده عند الناس كتير جدا. باراليسيس باي اناليسيس دي اللي هي بيبقى قدامك اوبشنز كتير جدا وانت مش عارف تعمل ايه في الاخر ما تعملش حاجه. طب ما تختار حاجه منهم واعمل. طب احنا بنتمرن احنا كنا فاكرين بولوفر تمرين شيست. فاكر بولوفر بالدمبل كلنا كنا بنلعبوا فيه الشيست ولا لا؟ ده انا عايز اصورها لك عشان كنا بنعمل كده. ايه ده اهو ده شغال. ايه ده هو ده شيست. عملنا عدينا في كل حاجه. انا كتفي مخلوع من الليتري بريس ورا راسي يعني. ده احنا شفنا ايام سوداء يا باشا. احنا طيب هندخل هنا ليج بريس. الفرق بين الليج بريس والبندلم هو الاثنين سكوات مومنت بس بقى فرق التحميل بس متغير شويه يعني. دي القصه هنا مش شايل على السباين بتاعك شويه بس. فاللي انا بحب اعمله هنا الماشين دي انا بحبها. هي الماشين دي لوحدها وهي فاضيه غشيمه شويه. فهنا بقى هتلاقي كعب رجلي بيترفع غصب عني لانها مش مصممه للبني ادمين مش يوزر فريندلي يعني حتى الايد بعيد. بس الميزه هنا بنشيل يا باشا كل السيفتي. هنا بقى الماشين دي انت هتعرف يعني ايه انت بتتفعص في الماشين. انت موجوده في فينوس عندك. ايه موجوده في فينوس. موجوده في فينوس. موجوده في فينوس. ارفع كعبك بقى عادي. انا برفع كعبي بس كنت اما رفعته يعني الماشين غشيمه شويه. اما رفعته كنت تحت سنه الحزام بس بيضايقني. ايوه كده. موضوع شائك اللي هو ظهرك يترفع من ولا لا. اللي هي العصعوصه من تحت تطلع من على الباد ولا لا. في ساعات ناس بقى ودي ساعات بتبقى حاجه شائكه شويه. لو انت مثلا البلاتفورم او الماشين مش ظابطه معاك انت ممكن عادي جدا هنزلها بس شويه الاول. انت ممكن تبدا وانت بتلعب وانت كده. انت ناس كده بقى فاكره انت ظهرك مرفوع. ايوه بس انت مظبط الدنيا. هو الفكره انا ممكن العب كده عادي وانا مرتاح فظهري مش هيطلع. ظهري ما اترفعش لسه. لا في فرق بين انت تبقى عالي عن الكرسي وفرق ان انت تقرش. القرش هو اللي غلط. انا مش عايز اطلع حلو قوي. عرفت قصدي يعني عادي. ممكن تحط بلوك ممكن حاجه تحط عليها. اقول لك فاكر كرسي الحلاقين واحنا صغيرين.
او عوامه بتاعت البواسير. لا مؤاخذه. بس عشان انا عندي قولون وحالتي حالي، سيبني في حالي. انا هنا بصراحه ما بافورش في الويت خالص. يعني انا اخري في الماشين دي 3 بليتس. ما هي الفكره بس ان انت تعمل فول رينج اوف موشن وتستريتش. اصل انا بحب ابوز شويه وبتاع في الماشين دي بالذات يعني. انا هعمل دورين تسخين كمان، يعني ده وواحد كمان عدتين 3 احس بس بالوزن. ما انا بعمل زي اخر 4 5 عدات. على الهادي كده. اقول لك على حاجه صغيره جرب اعملها. قول. يعني انا عارف ان هو مش مكان الرجل مش هيفرق، بس حاول تخلي دي كده شويه كده وكانك رايح بركبتك هنا. هتوسع عشان ادي مور رينج اوف موشن. اوسع لنفسي. افتح مش الحوض هنا بولن سوكت. فانا لو كده مش هعرف اجيب الاخر. كده اجيب الاخر. هستريتش الاخر. هتعرف تجيب اكتر. ماشي هجربها الجاي. الهامسترنج بتشتغل في الليج بريس ولا لا؟ ايه؟ الهامسترنج بتشتغل في الليج بريس ولا لا؟ زي بالظبط تقول لي هزق بالبايسبس. بالظبط. الموضوع ده هزق الموضوع ده ناس ومدربين كبار اتكلموا فيه يعني، بس بيقول لك ارفع رجلك لفوق هامسترنج اكتر. مش هامسترنج، جلوتس خلفيات. لا بس في ناس تقول هامسترنج. لا هامسترنج بس هامسترنج عضله ماسكه مفصلين. هو يعني هو العضله بتعمل كده. هتزق ازاي؟ هي عضله ماسكه مفصلين، انت بتشد من هنا وبترخي من هنا. يعني ما فيهاش. انا لو بلعب بايسبس كده هتشتغل؟ بالظبط. اقول لك زي ما تقول لي هزقك بالبايسبس. بتزق يعني يبقى الباي بوش مش بول. الله ينور عليك. هي التراي ناس ساعات بتاخدها انها مش ده بول يا كوتش. مش ده بول يا جدع. زي ما دي. مش دي بول. بالظبط. طب وايه رايك في موضوع بقى الشباب اللي بيتقفشوا في جهاز كشف الطب في بطولات الطبيعه؟ لا جيت لك على الحته. بص تعالى نتكلم بمنتهى الشفافيه من وراء الكواليس. اوكي الاول اشرح بس البروسيس. يعني هم الشباب بيتحلل لهم كلهم ولا هم بيخشوا جهاز كشف الكذب واللي بعد كده بيتحلل؟ يعني اشرح بس البطولات الطبيعيه بتشتغل ازاي يعني في الحته طيب دي. بص، البطوله الوحيده اللي في العالم اللي بيتعمل فيها اختبار كشف الكذب WMBF. اوكي. البطوله دي بقى لها كام سنه؟ 39 سنه. ما شاء الله. اوكي. اول مره تتلعب في الميدل ايست 2021. وبفضل الله كنت اول مصري يدخلها وادخل منز فيزيك واجيب مركز 13. المره اللي بعدها جبت اول، ما تصغرناش يعني. بتشتغل ازاي بقى يا باشا؟ الموضوع بمنتهى البساطه. انت عندك في حاجات عشان ردا على الكلام اللي هو ما هي مش هتبان في التحاليل. انت ما بتعملكش تحاليل دم، فما فيش حاجه تبان او ما تبانش. اوكي. في منظمه اسمها وادا. وادا وورلد انتي دوبينج ايجنسي او اسوسيشن او ايا كان. دي المنظمه المسؤوله عن المنشطات في العالم. اولمبيات دي بتحلل البول، واذا في بول بعد كده بتخش البول. ما انا هقول لك الترتيب. فهي حاطه لك ليست بالمواد الممنوعه. مش هرمونات بس. ماشي. لا في ادويه غده وفي ادويه ربو ولو عندك مشكله هات البريسكريبشن. وفي لعيبه الكوره بتاخد بالبريسكريبشن. في ناس عندها سكر تاخد انسولين عادي. وفي ناس عندها ربو وبتاخد فنتليترز توسع الشعب. وفي ناس عندها مشاكل في التستوستيرون بتاخد TRT. هات الكلام ده، هات مكتوب. والتحاليل بتاعتك ان انت بتاخد TRT عشان تروح للنورمال ليفلز بتاعك، مفيش مشكله. بس تدخل المواد المحظوره دي من الوضع كانت تبقى انت دراج فري 7 سنين. الكلام ده من حوالي 5 سنين تقريبا. دلوقتي بقت 10 سنين. 10 سنين كتير ومش كتير. هم دي الرولز بتاعتهم. بس برضه في نقطه، اي حد كان بياخد منشطات لفتره طويله لما بيبطل بيفضل باين عليه حتى لما يكبر. روني كولمان دلوقتي بص على البايسبس بتاعته وهو حتى قاعد على الكرسي. هو على جوزي بعجله حبيب قلبي يعني. في حاجه بس فهم انت بتدخل اول حاجه اختبار كشف الكذب. الآلية بتاعته، وخلينا نتفق على حاجه، اي حاجه في الدنيا مش 100% 100% في ايرور. رأفت الهجان بيعدي من جهاز كشف الكذب. هل في ناس ممكن تعدي من اختبار كشف الكذب؟ ممكن تعدي. ممكن. بس السؤال
كام واحد متمرن ان هو يعدي من اختبار كشف الكذب؟ خلينا نتكلم بصراحه، الحاله الوحيده اللي هتعرفك ان اللي قدامك ده دراج فري 100% تحليل دي ان ايه. الناس اصلا البطوله هم مستغلينها. عايز تحليل دي ان ايه؟ التحليل عارف يبقى بكام؟ ياخد منك شعرايه يروح يحللها لك، كل لعيب يروح ياخد شعرايه ويروح يحللها لك، فمحدش هيقدر يافورد الكلام ده. فاختبار كشف الكذب هيبقى اكيوريت بنسبه 97%. الناس بقى اللي بتقول لك انا ما كنتش باخد وعديت والكلام ده كله، انا في ناس كتير كانت بتبقى مش بتعرف تتكلم انجليزي، والراجل اللي بيجي يعمل لك الكلام ده مش كان شغال هو نفس الراجل اسمه سكوت، راجل امريكي، كان شغال في CIA. كان يعني انت بالنسبه له بيبسي ده جواسيس يعني، عدى قدامه جواسيس. واللي بيسقط مره روح وريح واشرب ميه وخد نفسك وتعالى. بتدي له حسن نيه، بتفترض حسن النيه ان هو راجل جاي ما بيتكلمش لغه، مسافر 3 مرات اول مره يقعد على الجهاز. طب بقول لك 3 مرات وبيجي وبيتسال، والغريب انه بيسقط في نفس السؤال. بيعطل في دي في الكلين. ايوه، والمشكله ان الكلين مش هرمون، الكلين ده ايه بالظبط، ده وربه اصلا. طب انا هقول لك على حاجه، فيطلع يقول لك انا ما خدتش هرمون يا كوتش. طب ما هو مش هرمون، هو استعد الريل. هقول لك معلومه، البريزيدنت بتاع بطوله WNBF اوكي السنه اللي فاتت والسنه دي عنده لعيب في المرتين، عنده لاعبين سقطوا في اختبار كشف الكذب. رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد ده ازاي؟ لا ما كانش يعرف، دخل الاختبار وسقط. مش ده ابسط واحد كان عرس له صفر هنا. مش ده ابسط واحد؟ سنتين لعيب المره اللي فاتت، السنه اللي فاتت بادي بيلدينج، ولعيب السنه دي مينز فيزيك. انت بقى بص، انت شخص عايز تصدق صدق، مش انت يعني اللي بيتكلم، عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق يا سيدي روح العب بطوله ثانيه يا سيدي وحل عن زمان. طب سؤال تاني بقى ونكمل. انا سويت بس كل اسئله الطبيعي انا يعني. عايز اكمل لك بس الحته دي قبل ما انسى معلش. طب دلوقتي هل في ناس ممكن تعدي؟ فرضنا ان في واحد عدى، بيتعمل يورين تيست. اليورين تيست ممكن ما يبينش. تاني ممكن واحد فعلا، وده بنسبه 1% انه يدخل ويعدي ويعلق ميداليه والكلام ده كله، هو واخد حاجه. بس فرضنا ان واحد عدى و20 ما عدوش، وده بيحصل كل سنه 10 15. مصر وايران ما شاء الله عليهم ما يعني واحد طبعا اكيد كوارث عادي يقول ايران ماشيين بيعملوا ديد ليفت ويضربوا حقن في الشارع يعني. معروفه يعني. ومش بعيد حد، مش بعيد حد، بس انا بقول حقائق يعني. فالقصه ان انت ممكن حد يعدي، بس هم كل سنه بيحاولوا الاختبار وبيشوفوا لو فرضنا ان حد عدى ازاي، وبيتعلموا هم بيحاولوا. ما انت بتحاول تضيق، في عيال بتعدي، فانت بتحاول تضيق تشوف عدوا ازاي وتضيق وهم يعدوا وانت وابسط حاجه لو واحد خايف على سمعته وشاف 20 واحد بيسقط يقول لك لا يا عم انا خليني في حتتي وبلاش فضايح، فبيقلل على الاقل الحته دي. في واحد كان عدى كذا مره وكانوا شاكين فيه، واحد بس مش في الامارات، في امريكا، وهم شاكين فيه بس هو كان شغال في الجيش. ضافوا له سؤال مفاجئ بعد ما خد البرو كارد المرتين. السؤال ده تساله هو بس، انت اتمرنت على ان انت تعدي من اختبار كشف الكذب قبل كده؟ سقط بس خلاص ثانك يو. فالموضوع في محاولات. انت بقى كنت عايز تسالني على حاجه. هل قبل الست العظيم، هل كل الشباب اللي بيقولوا طبيعي هل هم طبيعيين؟ هل هم طبيعيين ولا لا؟ الناس اللي على السوشيال ميديا؟ مش اصحابنا يعني. لا مش بدون ذكر اي اسماء. انا بالنسبه لي واللي انا عن نفسي انا بسلم نيتي. لا ما انا بفترض حسن النيه. انا بفترض حسن بس في ناس انا وانت شايفين ان هم مش طبيعي. ده اكيد ممكن يبقى فيه كده، بس خلينا برضو نتفق على حاجه، وفي جينيتك فريكس. في جينيتك فريكس معاك، وفي ممكن واحد اصلا تشوفه على السوشيال ميديا بصور وبطريقه تصوير والانجل وبيعملها وايد وفلاتر وبتاع مش عارف ايه، بتشوفه في الحقيقه تلاقي ربعك. بالظبط. في ناس بتعرف تتصور، في ايديت كتير، يكبر بايسبس، يصغر وسطه، يكبر ما اعرفش ايه، يقف بالجنب. في ناس بتقف جنب ابيجرامي بتاوت انجل الابيجرامي. يعني فانت عارف يعني قلبهم ميت والله. والله قلبهم ميت والله. انا بقى انا ما احترمش اللي هو يقول ان هو مش طبيعي طبعا مش طبيعي. طبعا. بس انا بضطر غصب عني ان انا خلاص بدل ما انا مآمن البطوله دي وشايف اصل انا شايف اللي بيحصل ورا الكواليس، وانا والله ماليه انا ما باخدش فلوس على التحكيم ولا باخد فلوس على اي حاجه، انا ولا عايز احضر لعيبه البطولات. بس انا مشكلتي بس في ايه بقى؟ ان هي بتعمل توقعات مش واقعيه عند الشباب. انا بعد ما عملت في دبي مصر شو السنه اللي فاتت وعلقت في اول تاني وثالث في الماسترز والبتاع، جالي واحد وانا ناتشرال وعايز السنه الجايه اكسب بطوله دبي مصر شو طبيعي. هو مكرر. قلت له
فانا قلت له يعني فانا كلمته اول حاجه ما حضرش بطولات ده واحد، بس يعني انا بتعرف ان اخ كبير فبتكلم يعني ناتشورال بجد يعني. ناتشورال بجد. لا ما هو ناتشورال بعد ما بعت لي صور انا بتاكد ان هو يعني مش بيحور، بفهم الكلام. فهو بصيت له بصيت يعني ما بعرف اللي هو ما تبعت له، لما قلت له حد يبعت لك صور فيقوم عامل لك مثلا كده اهو، عارف اللي هو عامل دي ويقوم عاملها كده اهو. لا ابعت لي صوره وانت ابعت لي صوره وانت واقف كده. دلوقتي بيبعت لي التشيك ان بتاعه اعمل له اديت. ايه ده؟ انت بتضحك على مين؟ بتضحك على بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ فبعت لي قال لي انا بقول لك انا عايز اكسب دبي، مش هلعب اكسب دبي مصر شوط طبيعي. ما كان بصيت عليه قلت له انت بتتمرن بالك قد ايه؟ قال لي بتمرن بقالي سنتين. قلت له تكسب دبي مصر شو طبيعي في وسط ناس مش طبيعيين وانت شكلك كده؟ طب ما هو ده بقى بسبب ايه؟ بسبب ان في شباب كتير جدا وانا طبيعي. هي الناس بقت فاهمه كونسبت ان انت تقف على مسرح طبيعي، ان هو انا كنت اوفر ويت طلع لي 6 باكس انا طبيعي. انا دخلت الجيم النهارده انا طبيعي. هي مش كده يا جماعه، انتوا بتهنونا. ايوه لا الشباب عايز يبتدي جيم عشان يلعب بطوله. انت عارف انا بعد البطوله الاخيره اللي انا كنت بحكم فيها دي لما عشان كان معايا كام لاعب على السيرجو كام واحد منهم علم ميداليات وبتاع، انا جالي كام ريكوست ونزلت ستوري قلت فيها الكلام ده، انا عايز احضر. انا والله كنت الصوره بتجيلي محمد روح اتمرن، مصطفى ادخل الجيم. هو جاي عارف الصوره اللي هي بتبقى انت في شادو على الترايسبس دي، عارف انت مش بنضحك من هو مش بتاع حد، انا بدي لك بس انا بنقول واقعيين بس يا جماعه والله. اصل انت في الاخر هتصرف، انت المصاريف دي قصه ثانيه، مصاريف البطولات الطبيعيين دي، وللاسف ده موضوع كبير هنتكلم فيه، بس خلينا ندخل الست دي. خش يلا عشان احنا بنتكلم بقى ايزي بس كم هذول؟ هاي جرب زي ما قلت لك كده. ما انا لسه هجرب. اثبت تحت سيكا. كابتن باسيو قال لك ايه؟ طلع افتح رجليك بره سيكا. حاول كانك بتلمس ركبتك في كتفك في بطاطك. كمان 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 كمان. ماشي حلو. لا ما انا خلي بالك الضم عندي بلاستيك. حلو قوي. ايزي. حلو قوي. حلوه قوي دي. حلوه قوي ما شاء الله. ها تخافش معاك، احنا ما عندناش سيفتي، انا معاك تخافش. ايزي. اثنين كمان. بوش 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 بوش. لا هي خلاص كفايه. ده شفت الفرق؟ اللذه دي؟ حلوه توست الباية دي، بس ركبتي ما كانتش مبسوطه قوي. ما انا حسيت ان انا ركبتي بتيجي ساعات في الاواخر كده، بتيجي في الحته بتبقى عامله اللي هو ما هنا بقى انا ببقى عارف الحته بتاعت اللي ايه العائل اللي جواه بيطلع. ريرك ما هي في الاخرانيه هتعامله ازاي؟ عارف ماشي ما كانت هتعامله مني. لا قلت لك هي دي. بس لو اتعودت عليها كده هتاخد تعود. لا انسى كمان، اصل كده بتشغل الدكتور. ما هي الناس مش فاهمه ان انت اما تبقى حاطط رجليك في حاجه معينه او في حته معينه بتبقى الباور في الرينج ده او في البوزيشن ده، فما تيجي تفتح رجلك ولا تقفل رجلك ولا تطلع رجلك مش هيبقى عندك نفس الوزن. انت متعود تلعب من نفس المشوار بقالك سنين. ما هو ده اللي بيعمل اصابات مثلا للناس اللي متعوده تشيل اوزان تقيله وبارشال ريبس. هو مثلا واحد بيعمل تشيست بيعمل كده، لما يجي يعمل كده دي ما اشتغلتش يا باشا من زمان. ما فيهاش باور اصلا. عارف كمان اللي بيخلي ده حلو ايه؟ لما تعمل بالطريقه دي ان انت ممكن بتقلل احتياجك للاسترتشنج. انت اوريدي بتعمل ستريتشنج. هو ده بتعمل ستريتشنج. ما هي دي بقى الفكره بقى. بص انا اللي المدرسه احنا اولد سكول انا وانت عملنا ايه؟ قلعنا الجزم ودخلنا لعبنا. لا الشباب بقى بيقعد ياكتيفيت اماميات وخلفيات اكتيفيت الجلوتس قبل التمرين. ما هي هتتاكتف. هتتاكتف بالتمرين اللي انت هتعمله. ما هي لما تاكتيفيتش يبقى انت عندك مشكله في التمرين. لو انت بتلعب اماميات هروح اسخن اماميات عشان العب اماميات، يعني انا ما بفهمهاش. يعني انا ممكن اقول لك انا ممكن بسخن روتيتور كافس قبل الكتف مثلا. ده اساسي مثلا. عضله ضعيفه ومش هتشتغل ماشي، لكن ماشي بس غير كده ايه؟ ده الحاجه الوحيده اللي بكتبها. انما غير كده انا بخش احسن حاجه تمرين، احسن تسخين للتمرين التمرين اللي انت هتعمله. الله ينور عليك، الله ينور عليك. البق حلو قوي. احسن تمرين احسن تسخين للتمرين هو التمرين اللي انت هتعمله بوزن اقل. 15 عدى 20 عدى يا باشا، وزن بار فاضي، وزن خفيف، دمبل صغير. الحاله الوحيده اللي ممكن تعمل فيها اكتيفيشن، الحاله الوحيده لو عندك اصابه. لا طب ده حاجه ثانيه. جاي من اصابه وانت عندك اصلا مشكله ان المصل هي مش فايقه، فاهم؟ فانت عشان ما فيش عضله ثانيه تو اوفر باور. يعني مثلا عندك مشكله في ظهرك، فانت مثلا ممكن تبقى عايز تاكتيف الجلوتس مثلا،
او العكس يعني في ناس بتبقى عندهم لا مش بتفاير اصلا. بالظبط. نرجع بقى للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، كنا بنتكلم على الطبيعي ومش الطبيعي. ايوه قول لي كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم هل كل الطبيعيين طبيعيين، وانا قلت لك ان هو جالي الولد اللي هو عايز يكسب الشو طبيعي، قلت له ما انت بتمرن الاول ويبقى عندك عضل وبعد كده تقول عايز تخش بطوله، مش قال لي مثلا خش دبليو ام بي اف، لو كان كنت اقول له روح لبسوني مثلا. لا عايز اخش بطوله مش طبيعيين واكسبها وانا طبيعي وانا اصلا ما بتمرنش. طب يعني طب مش عايز اجوزك ياسمين صبري؟ طب يعني ما انت ما ينفع صعب حاولي. المهم مش عايزين قضايا لا عادي. بس فانت كنت بقول لك هل فعلا كلهم طبيعيين ولا في ناس؟ لا يعني بص انا عندي مبدا، انا ما دام انا دخلت في حاجه ووثقت فيها وانا فعلا شفت اللي بيحصل ورا الكواليس. ما بتكلمش على بيلعب، انا بتكلم على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا لا طبعا يعني ما بتكلمش اللي بيلعب بطولات وانت بتعرف. اجيب لك مثال بسيط يعني مايك اوهيرن مين اللي طبيعي؟ عنده 60 سنه يا باشا يحط وياكلنا احنا الاثنين يا باشا. ده الراجل جلده اطرى من جلد ابني بسم الله ما شاء الله يعني ده الجي اتش طالع على دماغه وعادي انت حر، بس ما تديش بقى الاكسبكتيشنز اللي انت بتقول عليها. مش كده بقى مش انا قعدت 39 سنه طبيعي وكنت بطل مصر في كروسفيت وانا 35 سنه باشا. انا كنت جامد قبل. انا عاوز العب بودي بيلدينج عشان العب بودي بيلدينج واكسب واعمل وتوصل وتتلاعب اللعيبه دي ولاعب اللعيبه دي وانا عندي 39 سنه. اكيد مش هطلع بقى اقول لكم يا جماعه انا بلغت وانا عندي 40 سنه ويلكم كوم اون يعني. لا الموضوع بصراحه يا باشا هو كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه طالما ما بس ما تضحكش على العيال الصغيره بس حرام عليك يعني. بس وانا بحاسب عليها والله. ما هي دي بقى فكره بقى دي بقى الوسطى. انا احكي لك انا برضه حاجه حصلت. انا عشان في السوشيال ميديا بقى لي 10 سنين مثلا. انا في الاول كنت فرحان بالسكس باكس وبتاع، ما كنتش ملتزم قوي، والبنات بقى وحركات والبنات تخش لي في الدي ام وما كنت فرحان بنفسي قوي. بعديها بثلاث 4 سنين ابتدى بقى ايه شباب 15 سنه و16 سنه يجي يقول لي على فكره انت ماسك للاعلى يا ابني بعد الشهر ما تقولش كده يا حبيبي. انا الكلمه دي بسمعها دلوقتي بس انت قدوه. قلبي اللي هو ده احنا بنقول ستر ربنا والله العظيم يعني الحمد لله. فما بصيت كده قلت لا يا مان هي مش قصه برضه ايه وكده وبتاع، لا ان انت دي مسؤوليه فاهم قصدي؟ فاذا انت بتعمل حاجه اعمل حاجه، اذا انت بتعمل حاجه غلط قول يعني ما تكذبش. وانا راجل الحمد لله متصالح مع نفسي جدا. قلت ان انا طول عمري كنت شيخ. هي في ناس فعلا هي شايفانا ان احنا برضه واحده ليه واحده خلاص اعطونا خلاص انا اسفين. ومصالح مع نفسي فاللي هو انا عملت ده وعملت ده وعملت ده. بس انا بقول لك فعلا في ناس كتير بقى بتبص لنا دلوقتي وانا مش مدرك الموضوع ده لحد دلوقتي يعني مش قادر اتخيله لسه ان في ناس هو بسيوني ده، انا مش قصدي حاجه بس ده انا بالنسبه لي بسيوني ده هو مش عايز اقولها يعني زوس. فلا بس انا بقى عليا مسؤوليه كبيره قوي. انا ممكن واحد مش ببالغ يموت نفسه بسبب معلومه انا قلتها. تستخدم بقى السوشيال ميديا دي ان انت تبقى صادق مع الناس، ان انت تساعدهم، ان انت تبقى قدوه، تبقى مثل كويس. ما تتكلمش على حد، ما تطلعش تثني على حد، ما تبقاش عامل زي النسوان لما واخده قاعد بترمي كلمه على ده وتعمل كلمه على ده، وبعد كده يقعدوا يرموا كلام على بعض، وبعد كده تلاقيهم بيتصوروا مع بعض ويبوسوا بعض حبيبي وحبيبي. طب اللي هو يعني كمان يا جماعه استقيموا يرحمكم الله يعني. لا يا باشا عيش وانبسط واعمل اللي عليك وفي ناس كفايه تحب الناس كلها. المشكله بقى ان في ناس كفايه تحبنا كلنا. مش لازم تبقى بتحب بسيوني وتكرهني، او مش لازم تبقى بتحبني وتكرهك يعني. فاهم قصدي؟ قصدك ايه؟ ما فهمتش قصدك قوي. يعني ان الناس كلها اللي بتقعد برضه تحدف كلام على بعض وتلاتع كلام على بعض وتعمل فيديوهات على بعض يا جماعه. انا ماليش في الجو ده. انا عمري ما عملت انا ممكن اتكلم على موضوع لا بس عمري ما اتكلم على شخص. بس عمري ما اتكلم ولا قلت شخص ولا جبت فيديو علقت عليه ولا قلت المره الوحيده اللي حصل بيني وبين شخص تاتش لان ما كنتش عارف ان الموضوع ده بيخصه لما اتسالت عليه. هو بيخص شخص واحد. انا بقى باخد بالي بقى ايه، انا مش بتفرج على السوشيال ميديا فلما يجي يسالوني في موضوع اسيبه لغايه لما يهدى ويتنفس فيه وبعد كده اتكلم فيه. لا انا المواضيع دي بتبقى غالبها على التيك توك وانا فاشل تيك توك. مش قادر اندمج في الكوميونتي بتاع التيك توك. بس هو سنه بس صعب عليا شويه. ايزي. واحد بس هوب ثانك يو. العواجيز بترجع الاوزان اهي برضه عشان الناس برضه بتحبك في تمرينة الرجل. راجل بروفيشنال اهو، انا راجل عجوز بنلعب بطولات 90 بقى شكل وبتاع وقف على كعبك ويحط رجلك ورا دماغك ويعمل ايه. فاهم قصدي؟ يا باشا ببساطه كده انتنس
العضله دي حته لحمه والله، حته لحمه، شدها ورخيها يس بس كده. ولا مؤاخذه هي صعبه شويه هي جت عميقه شويه يعني. كان لازم تاخد واحده ولا مؤاخذه. يلا نروح بعد كده ليج اكستنشن يلا ونكمل كلام هناك. احنا بنتكلم اكتر بتمرن بس يعني ما بشوفش حسن كتير. طيب هندخل ليج اكستنشن زي ما انتم شايفين هنا. طبعا مش غلط ان انت تاخد من الجديد الحلو منه اديهم بقى. فهنا احنا هنرجع الكورس زي ما انت شايف في الاخر كده، عشان في هنا عضله اسمها ريكتوس فيمورس او ريك فيم. لا مش هتلاقيها دلوقتي، ما تصورش في طن حواوشي فوقها. فهي العضله دي ماسكه من هنا لحد الركبه، فهي الوحيده اللي ما بتشتغلش غير لو مفصل منهم ثابت، زي مثلا تمارين السي سي سكوات. فعشان اعمل لها ستريتش اكتر فبفرد الحوض شويه. طب وسؤال، انت ليه فاتح رجلك قوي كده وعند في ناس بتضيقها؟ والله انا بالنسبه لي انا مرتاح كده، وبصراحه برضه هنا عشان عندي فاتس زياده هنا اليومين دول فمش لازم يعني فاهم. فانا موضوع تضييق الرجل، قصدي ان هي الناس ده مثلا في مدربين تقول لك اما انت تضيق رجلك بتجيب ريكتوس فيمورس اكتر. انا زي ما قلت لك انا مقتنع دايما، انا مرتاح قوي كده مش عارف انا مقتنع دايما ان انت عندك اي وضع مش مريح بالنسبه لك لو حطيت عليه وزن انت بتاذي نفسك. فانا انا قعدت انا مرتاح كده يعني فاهم. هعمل كده يعني دخلها ولا على الموضوع. ما هو ده اللي انا هقول لك على حاجه. الحمد لله من ساعه ما بدات افكر ان انا اتمرن وانا مرتاح اصاباتي قلت كتير. حاجتين خلوا الاصابات عندي تقل، ان انا اتمرن وانا مرتاح واتمرن كل التمارين فول رينج اوف موشن الا بارشال ريبس في حاجات معينه لو احتجتها. بس لما بدات اعمل كده الحمد لله الاصابات قلت. يلا بينا فول ستاك. كابتن بسيوني مقفل الجهاز من اول مجموعه. ماشي بس دي عايز ستريتش سنه. احنا كده فعلا مقفل ان شاء الله. الحمد لله بسيوني بيقفل الجهاز من اول مجموعه ما شاء الله. انتوا جايين نتمرن معاه اماميات ليه يا اولاد؟ سبعة جامد يا حسن. ايزي لوحدك لسه لوحدك. واحدة بس خلاص. تحرقني. هسألك بقى سؤال. قول لي. هندخل سكة كمان، هدخل بنفس الوزن. ماشي. مع السن. انا اصغر منك بكام سنه؟ ب5 سنين. 5 سنين. سنه 42؟ انا 43. يبقى انا اصغر منك ب6 سنين. 6 سنين. انا في حاجات انا بقيت احسها، ومش قصدي ان انا عشان طبيعي او مش طبيعي. بدات احس ان انا فعلا اي تمرين دلوقتي بعمله لازم ابقى متأني قوي، لان فعلا مثلا لما باجي اعمل اي تمرين بالذات ابر بادي كوعي وكتفي بحس ان انا بص هقول لك ما ينفعش اعمل زي زمان اللي هو انزل واطلع كده، لا عايز. هقول لك حاجه، وانت صغير زي ما بيقول لك يمكن جيت اواي وذ مور، عارف انت اللي هو سنك تقع وتتجلف وتكمل ماشي وبتاع ومش عارف ايه وبتكفر بسرعه ونومك كويس وكده وبتاع. انت وانت صغير كنت بتخش تنام ايه 10 12 ساعه 9 ساعات 8 ساعات، انت دلوقتي بتنام 6 فهي بتيجي مع السن. انا مش فاكر اخر مره حلمت امتى انا دخلت في دي بي سي. انسى البتاعه دي من ورا احمر بقى لها 30 يوم، خدت يومين خضر في الريكفري في البتاع. بص 35 بتبقى اول تنزيله نقله اللي هو ايه، طب انا هاخد بالي يعني ايه مسن وكده بتاع. 40 بتغير البرسبكتيف بتاعك ونظرتك للحياه ومن ضمنها التمرين. يعني انت بعد 40 لما تكمل 40 اللي هو بالظبط عارف اللي هو بتاع احنا واقفين مثلا في الجيم هنا، فاهم قصدي؟ عارف مره واحده فجاه الصوت راح. ايه ده الموضوع مش لا ايه ده الموضوع مش مستاهل. طب ايه ده لو بتوجعك بتعملها ليه؟ ايه ده لا انا مش موضوع. طب انا ممكن اعمل كده، طب ليه انا عامل نفسي كده، طب ليه انا قاعد في المكان ده مش مستريح فيه. نظرك حاجات بتتغير. نفس القصه في التمرين، ان انت بتبتدي تشوف ايه اذكى طريقه ان انت تتمرن بيها من غير يعني مثلا اقول لك حاجه، انا كنت بتمرن 6 ايام ورايح يوم، قلبت 3 ايام ويوم، بعرف اتمرن انتنسيتي اعلى بكتير. وبعد ثالث يوم عارف ان انا عندي يوم باخد ثالث يوم باخد على الكنبه ما بتعتعش، بشتغل انا شغلي كله فليكسبل، بشتغل من البيت وبتاع الكنبه بقى، ولا بيبقى عندي تانيب ضمير، بعمل فاست كارديو بتاعي الصبح اول ما اصحى واقعد وبتاع. لو انت بتبقى مش طبيعي او بتاخد مكسبات طعم ومواد حافظه ارتفيشال فليفرنج وكده وبتاع، بتساعد برضه. الجي اتش مش سحر، الجي اتش بيخليك
تريكفر احسن. بس والبيبتايدز والحاجات دي انا ما باخدش بيبتايد صح. البيبتايدز بالنسبه لي في ناس بتقول بتساعد الريكفري. انا مش عارف حاجه في الموضوع. انا متوقع اصل هي بيبتايدز عشان لازم تتعامل في حته وتتشحن وهي ريفريجريتد وبتاع، اول ما تيجي هنا اكيد هتبقى بيبسي، فاهم قصدي؟ وتبقى ميه. فانسى. انا باخد دي اتش وباخد تيست، وبعد كده احنا ما بناخدش. يعني عايز افهمك عن المضحك بقى، ان انت مثلا تيجي تتكلم، انا مش عايز اقول انا باخد ايه بالظبط بس عشان الشباب ما يعملش يعني، بس جرعات بسيطه خالص، الموضوع ابسط وجرعات بسيطه واكل اكتر بكتير. بس هي فكره نسب الحاجات دي للاكل للتمرين للانتنسيتي الكلام ده كله عامل ازاي، والماكروز بتاعتك عامله ازاي. هي مش لوحدها هتشتغل، مش لوحدها، بس قصدي ان هي مش بالكتر. يعني انا شفت شباب بيلعبوا بطولات، عندي واحد صاحبي لسه بيتمرن معايا وبيتمرن معايا كل يوم، طالع اولمبيا 212، بياخد حاجات اقل من الشباب شفتها بتاخد هو الجيم مصر، والله العظيم سيبهم مش بنقول كده. ابسط مثال يعني مهم. فبتساعدك من حيث طبعا بتدي بتزق وزن اكتر انت مش هتعرف تزقه، بس انا لسه يا باشا كعاني بتسمع وبروح اعمل عليها اكتر طبيعي، وكتفي وانا نازل مره يعمل كده. بس بدات تحس ان انت بتتمرن حريص اكتر. ده كده كده هي دي اللي بتكلم فيها. ده كده لا انت كده حريص عامه يعني. انت هنزل اخرج يا عم، ده الساعه 11 بالليل انزل دلوقتي. اصلا احنا بقى لنا ساعه ونص عايزين نتقابل يا جماعه. لو ايه ده هنزل الساعه 11 بالليل يا عم؟ لا فانت بقيت حريص في الحياه ان جنرال من ضمنها التمرين، فاهم قصدي؟ بس وبعد كده عارف ان الغلطه بجون في سنك ده بتاع بالذات بقى لما انت كنت بتفكر داخل بطوله وكلام من ده، فانت ممكن زعله. ما السنه اللي فاتت وانا بحضر البطوله رحت العب بادل. وانا عندي 42 سنه باجي اعمل كده رحت طق مطقع سمانه. انا نفسي العب جوجيتسو مثلا، بس خايف واحد يجي يعمل لي كده. انا زمان كنت لعيب كوره، فانا كنت يبقى زمان وانا ليه ما كنتش لاقي حاجه اقولها؟ انا زمان انا كنت لعيب حاجه حسب، انا كنت لعيب كروسفيت، انا ما كنتش بلعب حاجه ليه؟ فكنت بعمل حاجات اللي هي دي، فاهم قصدي؟ كنت بلعب هندسه. كنت بلعب هندسه. فانت وانت تمرينك في موفمنتس زي كده اللي انت بتعمل حاجات لاترال وبتاع، انت دلوقتي الحاجات اللي هي فيها سادن موفمنت دي ورا وقدام وفوق وتحت. خلي بالك الموضوع اللي انت اي حاجه بتعمل كده. انا عملت كده رحت مطقع سمانه، ليه ما بتشتغلش في الحته دي؟ ده بقى موضوع مهم بقى نتكلم فيه بعد الست دي، موضوع الهايبريد اثليت. المدرب بتاعي امريكاني، كان هو بيدربني كروسفيت زمان، فبقول له ايه رايك في الهايبريد اثليت؟ قال لي هايبريد اثليت از شيتي ليفتر اند بور رانر. فاكر بالظبط لما جت في فتره يعني انت ما بتعرفش تشيل حديد كويس ولا بتعرف تجري بسرعه. فاكر لما طلعت الموضه؟ طب انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، والله العظيم انا ما شفتش حد والله ما بطبل بالرجوله دي. يا عم حبيبي لا اسمعني والله حبيبي، يوم البطوله بتاعتي انا ما كنتش، انا علاقتي بحسن ما كانتش اقوى حاجه. كلام سوشيال ميديا اللي حسن عمله في البطوله حبيبي يعني. انا اصحابي ما عملوش، وبطولته ما عرفتش اروح له، كان عندي شغل انت متخيل، ولسه عندك ظروف. لا يا عم احنا جيل واحد. لا انا استغربت انا عمال بجي لي الفيديوهات بتاع البطوله وصوت حسن مسمع في البطوله كلها. يا جماعه يا مان ما هي دي بقى الفكره يا مان، ان انت نجاحك لا يتعارض مع نجاحي وسعادتك لا تتعارض مع سعادتي. لا ان انت ما تعرفنيش قوي لسه ولا انا يعني ما انت في يوم من الايام انا هقع وانت هتسندني، ويوم اقع فتيجي تفرح لي، ويوم هي الدنيا كده يا جماعه، مش لازم ندوس على وش بعض. عقليه مش لازم ندوس على وش بعض. الماتيور حبيبي يلا بينا. يلا يا دكتور. معلش باكل شوكولاته. اوكسيجين. وده التمرين الوحيد اللي هيقفل لك الجاب اللي بين رجلك. والناس بتقدر حقه، كل الناس بتركز على نكبر رجليها من هنا. تيجي تقف على الستيج تلاقي ممكن تعدي دماغك. مش فاهمين ان العرض بيجي من جوه ومن بره، ممكن تقعد من ناحيتين، مش لازم تكبر كده، ممكن تكبر كده وكده. هتفضل تقفل في رجلك عشان تقفل الجاب وتطلع على الستيج شبه القرطاس. تعمل ايه؟ ايوه طبعا تحط رجلك. طب انا داري دي ازاي؟ احط رجلي دي فوق رجلي دي. حط رجل على رجل وانت واقف. هو يا بس هو والله ما بزق، والله كنت حاططها بس. ايوه لا عايز تحط طاقه 25 حط يا باشا. لا ده دليل ان القدرات قويه. الضمه لا القدرات مع الكوره والله العظيم الكوره عايشين عليها لغايه دلوقتي. شويه رياضه الواحد لعبهم وهو صغير. صحيح. لعب الكوره فرق معاك في التمرين بتاع الحديد؟ فرق معايا في الرجل بجد؟ من حيث القوه بس مش من حيث الحجم. مش بتكلم على الحجم، بتكلم على قوه. على قوه. بس هقول لك حاجه مثلا، يعني انا كنت بلعب كروسفيت، كان وزني ساعتها 87 كيلو 85 كيلو، كنت بباك سكوات 220 كيلو وكانت رجلي قد كده اهو. وبعد كده جيت العب بودي بيلدينج، نشفت رجلي اختفت. اوكي مفيش ماسل ماس. الكلام ده امتى؟ الكلام ده كنت بباك سكوات 220 كيلو لغايه 2017 2018. ابتديت في 2019 العب بودي بيلدينج، فلما خسيت رجلي اختفت. بس السؤال، بس القوه انا دلوقتي لو عملت باك سكوات 140 ولا 160 يدوي. بس السؤال، هل تفتكر ان رجليك اختفت علشان
ما كانتش كبيره، ولا عشان احنا كان عندنا برضو حاجات؟ خلي بالك احنا اتطورنا عن انا بالنسبه لي لما شفت تمارين من 5 سنين بقول ايه اللي انا كنت بعمله. لا انا كده انا وده واحد اتنين. انا يعني انا اول ما ابتديت العب بودي بيلدينج، يعني خلي بالك انا كنت بلعب بودي بيلدينج الاول، او مش بودي، كنت بلعب جيم. وبعد كده لعبت كروسفيت 10 سنين، وبعد كده رجعت تاني العب جيم. انا كنتش بتمرن ولا كنتش عارف الفيلير ده شكله ايه. ولا بقرب منه. انا رجلي ما كبرتش غير لما بطلت سكوات. ما دي فكره طبعا. انا خلفياتي كبرت لما بطلت ديد ليفت بقى، لان كنت بشيل بضهري. لا مثلا، لا يعني مثلا كان عندي دايما الجلوتس دوميننت اكتر. اي تمرين سكوات يطلع معايا جود مورنينج. الله ينور عليك. ما بعرفش يطلع ايوه عارفها. لو بار سكوات على طول. عارفها كويس. انت السبليت اللي بتلعب عليه ايه يا حسن؟ بوش بول ليجز. بوش بول ليجز مرتاح 6 ايام. بوش بول ليجز 3-1 و3-1 بس ثانك يو. انسى بقى. اقول لك حاجه، التحضيره اللي فاتت كنت بلعب عضله و6 ايام ورايح يوم، وكل يوم ساعه كارديو ما عدا يوم الرجل. كنت طلعان عين اهلي. كان التحضيره دي باكل اكل اكتر بكتير. باكل اكل اكتر بكتير. بعمل نص ساعه كارديو بس. بتمرن 3 ايام رايح يوم. بس لما بعمل 3 ايام رايح يوم، الانتنسيتي بتاعتي اوزانك بتزيد. مرعبه. اوزاني بتزيد وشكلي احسن وباكل اكتر. خلي بالك برضه ان احنا البودي بيلدينج اللي مش طبيعي. مفيش كتاب. مفيش كتاب انسايكلوبيديا ولا حاجه تعمل. انت الحاجات دي كلها مالهاش ريفرنس. فهي مدارس. فده ايده تقيله، ده ايده خفيفه، ده اكل اكتر، ده محسنات اداء اقل. فاهم قصدي؟ فانا مثلا انا كنت معاه السنه اللي فاتت ده، يا مان انا كنت في اخر شهرين بمشي اخر 6 اسابيع. كماركر كان يحكي لك المصور، كنت بمشي 3 ايام ولا 4 ايام زيرو كارب زيرو فات، 800 كالوري، واتمرن ساعه كارديو وبموت. ده بدون ذكر اسماء، ده زيرو فاتيج مانجمنت. زيرو فاتيج. انا كنت بطلع اعيط في العربيه اقول يا جماعه طب انا ابن الناس، انا بعمل في نفسي كده ليه؟ انا ليه بعمل في نفسي كده؟ طب ممكن اطلع على البيت اطلب همبرجر وكده. ويجي مثلا ايه بقى بيعمل حاجات مش منطقيه. بص بقى، هو في امريكا وانا في هنا، ففي فرق توقيت، فيجي مثلا الساعه 3:30 يقول لك بقول لك ايه، عايزك النهارده تاكل 1000 جرام كارب. انا بنام يا معلم. 1000 جرام كارب الساعه 4 الظهر. كلهم ازاي؟ كلهم ازاي؟ فاهم قصدي؟ وبعد كده جه في الاخر في التحميل عك معايا في اللودنج. طلعت في الماسترز فلات. انت بقى يلا سمان. طلعت مفلت الصبح في الماسترز، وانا كنت شايف ان انا ممكن اكسب. وبعد كده اما اتخانقت معاه. من الحاجات اللي بحبها بس هي ريسكي شويه. لما مثلا حد بيحضر يجهز بدري اسبوعين 3 4 شهر مثلا بكتير قوي يعني، وتبدا بقى ايه تريفرس، بيطلع الاستيدج فايق فوقها. ما دي بقى الفكره بقى ان انا وهادي مفيش ستريس وزيرو كارديو وطلع يتبسط بقى وفل انا بقى انا ده هو يعني هو يوجولي كده. انا جيت اغير مدرب فقعدت مع ياسين ده اللي هو انا بالنسبه لي كان اول ما شفت مدرب انا عارف بس مدرب ده في ديزل. ما انا عارف بس هو منين ياسين ناصر الفرنساوي الطويل الاقرع ده. فاول ما قررت اغير مدرب بقى بعد ما اختلفنا المدرب، والله كان ماشي معايا 3 سنين ونص جابني حته، بس جه في تحضير بقى البطولات باين عنده شويه جابس ما كانش عارف يصلحها. الجلوتس ما كانش بتنشف قوي. لا الجلوتس ما كانش في الاخر، فابتدت حلوله اللي بيقدمها عشان ناشف الجلوتس ملهاش علاقه بالتنشيف. فانا فهمت ان هو في حته كده مش وقع منه مش راضيه تيجي فبيبدا يرتجل. والكاش من الميتابوليزم في الاخر بقول لك 800 كالوري 4 ايام ورا بعض. وكان المهم يعني فسلمت عليه ومشيت ومضيت مع ياسين. فانا داخل مع ياسين بقول له بقى ايه، خلي بالك انا راجل قوي وانا كان سفر وانا كان. قال لي ليه عايز تسافر؟ قال لي ممكن تاكل وتتمرن وتعمل وتطلع تحضر، مش لازم تتبهدل. عارف لو مستعد اقص على نفسي. دي بتاعتي ولا دي؟ مش عارف انت. انا بتاعتي ولا بتاعت الشط؟ انا بتاعتي انا لسه جايبها. مستعد اقص على نفسي. ايوه. فقال لي طب ليه؟ ممكن تعمل كل اللي انت عايزه من غير ما تتهان. تعالى بقى نتكلم بما ان احنا الاثنين دلوقتي عندنا اونلاين كوتشنج. من خبره يعني من تعاملك مع الناس في مصر في الاونلاين كوتشنج، ايه المشاكل اللي قابلتك اللي انت بتشوفها انها عندها مشكله مثلا في العميل لما بيجي مش بقول ان العميل وحش او حلو، بس ايه الميس اندرستاندينج اللي ممكن تكون بتشوفه من العملاء ساعات؟ بص
طبعا ان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تقدر اكلها. ده انا ما باكلش، ده انا ما عكتش. فما تقعد معاه بالورقه والقلم تلاقيه مثلا ضارب له 1000 1500 كالوري، هو مش حاش. واحد. اثنين، بيفتكر ان الكوتش داده. دي المشكله الاكبر صراحه، دي مشكله اكبر. انا هقول لك تعمل ايه وهدي لك البلان وهرد على اسئلتك، بس انا مش هينفع امسك ايدك وامشيك. في ناس اللي هو طب انا اكلت، طب انا عملت. لا، ما هو انا انت جاي لي مش عشان انت ما اتجوزتنيش، يعني انا مش هكمل معاك بقيه حياتي. انت عايز ثيرابيست. ايوه، انا جاي اساعدك. لا، هو انت جايبني فرع عشان انا اعمل ايه؟ اساعدك تغير العادات اللي اتبنت في حياتك، فتغير اللايف ستايل بتاعك، فتبقى تغيير مستدام، فتعب بعد كده تعيش لوحدك. ما انت ما احنا مش هنعيش مع بعض. أيوة مش هنا لغايه لما تبقى جد هتتمرن معايا. انت جاي معايا، فانت لازم يبقى عندك قابليه ان انت تعتمد على نفسك، ان انت تلتزم وان انت تتعلم. لان انت برضه في الاخر، ما هو انت ما بعد اغير لك واعمل لك وبتاع، انت خلاص عرفت الطبق شكله عامل ازاي، وعرفت انت لما تيجي تعمل ازاي، وعرفت لما تعمل يعني ممكن تبدا تتعامل لوحدك بعد كده، مش ما او تبقى يا سيدي اعتمد على نفسك عشان بعد كده ما تحتاجنيش وتوفر فلوس. الله ينور عليك، الله ينور عليك. بس الموضوع اللي هو انت وانت ما ردتش عليا يا عم 3 الصبح انا نايم. دي بقى مشكله، هي دي بقى السبب، الحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها. مشكله في الوان كوتشنج. انا عندي مشكله والله. الله، لا كده غطيت، بس كده مبطله كده مبطله. تعالى بسيوني بسيوني، تعالى هي كده صح. حلو. لا حلو. اعملها تاني. هتقطع علينا انا اقطع عليك يا. ايوه كده تمام. انا مؤاخذه لسه. ايوه ده لازم. الحته بقى اللي هي بتاعت انت ما بتردش عليا. ليه؟ انا عندي مشكله كبيره جدا جدا جدا. وانا عشان اول مره السنه اللي فاتت دي اتوغل في حته في الاونلاين في مصر. انا بعدت عن مصر، خلي بالك، من 2019 تقريبا، وقبلها كنت شغال اونلاين كوتشنج بره مصر. انا بتاع خايف لا ما تقلقش ولا انت عايز تجيب 16 لا مغناطيس هو بيلزق هو يمسك نفسه. وكنت شغال في الباكجز اللي هي الاعلى، مش بقول ان هي اعلى، بس كنت شغال لوحدي، فبيبقى عليا ليميت، فليا بادجت معينه وكلام من ده. لما بقى عندك تيم وبقيت بتشتغل بالظبط. بس يعني والله ما بقصد حاجه، بس عندنا ناس معينه هي ما عندهاش الاستيعاب للحته دي، والناس اللي كنت شغال معاها كانت مستوعبه. في حاجه اسمها مواعيد كده. انا عندي مشكله في قله النظام. قله النظام بشعه. انا مثلا عندي اكتر من باكج موجودين، وبقول مثلا دي كذا ودي كذا ودي كذا، ودي هترد عليك، ودي كذا، ودي متابعه، ودي متابعه كل اسبوع، دي متابعه هو كلهم هتاخد برنامج وكل اللي انت عايزه. بس انا مثلا واحد، او مثلا حسن واحد عنده خبره قويه في الجيم، مش محتاج يدفع حاجه عاليه عشان يتابع كل يوم. واحد بيساله ايه الاخبار، انت عايز البلان وتمشي عليها، وكل اسبوع عملت ايه، هتاخد ايه وتدق وخلاص. فتلاقيه بقى مثلا راح اختار بلان زي دي ومستني اللي في البلان الاعلى. هي مش انا بأثر معاك، بس دي ليها حد قاعد لها مش عارف. وتلاقي بقى المسجات اللي هو مثلا ايه، انا مثلا في باكج قال لهم كل يوم خميس جمع اسئلتك وابعتها. تلاقيه مثلا يبعت المسج، وانا قال له التيم عندي باجازه جمعه وسبت مثلا، يبعت المسج يوم الخميس الساعه 3 الفجر اللي هو الفجر الجمعه، فهو خلاص اللي كان هيرد عليك نام اصلا، ومش هيرد عليك غير الخميس اللي بعده. وخناقات. طب يا معلم ما راعي وتلاقي بقى الناس بتتصل بيا على الانستجرام الساعه 4 الفجر. يا معلم انا كائن حي. يعني مش طبيعي. انت اول حاجه انت عندك شركه وعندك ناس وعندك مسؤوليات وعندك تمرينك وعندك اسره. مش طبيعي ان انت تسال اسئلتك الساعه 3 الفجر يا معلم. الناس في مصر ما بتنامش على فكره. لا دي حاجه، دي كارثه دي. وانا راجل بنام الساعه 10 ونص 11 وبصحى على 5 الفجر، وانت بنفس القصه، فاهم قصدي؟ فاحنا اصلا انا بصحى الاقي كميه مكالمات ومسجات اللي هو وحاجات بتاع اللي هو يا جماعه نمت الساعه 11. نمت الساعه 11 حسن انت احنا متفقين النهارده بقول لك هخلص شغل ونتقابل الساعه 10 الصبح. هخلص شغل. ايوه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه التوقعات اللي مش طبيعيه. زي ان مثلا في مثلا يعني في مثلا اقول لك حاجه، انت سهل جدا بالنسبه لك ان انت تجيلي هلسعك PSMF وخليك هيكل عظمي ب6 باكس وهتبان وانت هتبقى مبسوط، بس انت ما عندكش ماسل ماس ولا عندك شكل ولا عندك حاجه، ومش هتعرف تسستين اللي انت عملته ده فتره طويله. فتحول واعمل لك صفحه انستجرام للترانسفورميشن وارزعها 6 باكس. ايوه، وبص ده في 12 اسبوع، بص ده في 8 اسابيع، وبص ده محمد جالي عنده رجل مسلوخه. محمد جالي كان دمه تقيل بس الحمد لله على الجنان، فاهم قصدي؟ لا اللي هو طب يا جماعه ما انتوا برضه بتحطوا اكسبكتيشنز مش طبيعيه، فيجي يقول لك 8 اسابيع. طب ما هو انا ممكن في طريقتين، في طريقه ان انا بهدلك واكراش الميتابوليزم بتاعك فتاخد لك صورتين وبعد كده ريباوند بقى وعيش ريباوند بقى يا باشا وتطلع ترد اللي انت رديته ده كله. في هنا بقى مدرسه ان انا اشتغل ان انا اغير لك عاداتك وافهمك
وعلى الهادي، ويبقى الترانسفورميشن اللي انت بتعمله بيرمننت، مش ان انت كل سنه تجيلي تعمل ترانسفورميشن. ما هي مش ترانسفورميشن. دايما انا في حاجه بقولها بمناسبه الموضوع ده، الناس فاكره ان الخسسان صعب. ها هو الخسسان اسهل ما يكون. ما تاكلش. بنى العضلات ده اللي حوار. ايوه ده وبنى ده العضلات process. وحرق الدهون بقى في نفس الوقت، ده بقى ده الاصل. قصه ثالثه. ده قصه ثالثه. دي قصه ثالثه. دي بقى وده اللي يبين انت مدرب عشان كويس. تبني عضلات انت عايز اكل معين، ستريس ليفل معين، ريكفري معينه، انتنسي معينه. عايز تخس ما تاكلش يا باشا. عادي يا باشا، جوه يا باشا. 1200 كالوري واطلع كل يوم ساعه كارديو و8 مجاميع كل تمرين. مش هتخس. تعالى لي بقى عظم متعلق عليه شماعه جلد بقى. مش هتخس. هتخس فكده يلزقوك. ودي بقى نرجع هنا لما الناس مثلا موضوع تحضير البطولات تاني، انا عايز احضر وهو مثلا عنده 17 سنه ولسه ما عندوش ماس وعايز يشوف 6 باكس، انفست ان انت تبني مصاف. انا دلوقتي بتمنى الزمن يرجع بيا ويبقى عندي اقسم بالله كان زماني سيب عمل العرب. والله العظيم انا لو اكتشفت البودي بيلدينج ده، انا عندي 25 سنه. لو كان عندنا النولج اللي موجوده والله دلوقتي العظيم كنت بص يعني قفلتها. والله العظيم. بقول لك والله انا عرفت العظيم. الجريك يوجرت من كام سنه. يا ابني يا جماعه ممكن اقول لك حاجه عن الدكتور العلاج الطبيعي بيقول لي ايه؟ يا حسن انت لو الماسل اللي عندك ده راح مش هنعرف نلمك، مش هنعرف هنحطك في كيس بلاستيك. عارف انت مش شايلك عضلات. فيلم توي ستوري. انا صوص بطاطس. عارف صوص بطاطس؟ ايوه انا قلت زي صوص بطاطس. فاهم قصدي؟ قال لي مفيش يا مان. انا فصلت النهارده كده. قال لي انت اللي ماسكك ماسل ماس. وهو ده بقى الفكره، ان انت ممكن يبقى عندك مشاكل قد كده، بس لو عندك ماسل ماس كويس، الميتابوليزم بتاعك كويس، حركتك كويسه، هيداوي على حاجات كتير جدا. دكتور جابرييل عارفها الست دي دايما بتتكلم ان هو اهم حاجه في الحياه المسلز. باي فار. ماسلز باي فار. عشان كده لما يجي الناس يقول لك ايه؟ انت فرحان بعضلاتك؟ ايوه فرحان بعضلاتي مش عشان شكلي، مش الشكل ده باي برودكت، بس فرحان بعضلاتي ان هي بتخليني اعيش حياه ناس في سني مش عارفه تعيشها، بتخليني انا بعمل حاجات بقاوح مع شباب عنده 25 و30 سنه. فاهم قصدي؟ قاعدين مثلا بنتكلم كده عادي مع مارك مثلا. انت عندك كام سنه يا مارك؟ يوتي يا جماعه يعني لازم، معلش انا عارف ان احنا في التشانل عند حسن وكده كل حاجه، بس لازم شاوت اوت لمارك يعني. مارك. لا مارك اي كونتنت بودي بيلدينج اللي هو الحاجات اللي فيها دين 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 دين، والحاجات اللي هي الناس اللي بتعمل الحركات دي والبطولات والناس وبيصورني وبيصور بسيوني يعني لو انت دكتور سنان مارك مش هينفع يصورك. الا لو عندك عضلات. الا لو عندك عضلات. طب احنا بنحاول يعني كل مره نختصر في الفيديو. المره اللي فاتت كنت لوحدي فساعه، غالبا ده هيبقى ساعه ونص. بس بجد والله العظيم يعني مبسوط جدا ان احنا اول حاجه اخيرا اتمرنا. بص انا واقف مقدم ازاي. والله بجد انا انبسطت جدا والله يعني اليوم ده. وانا اكتر والله. بس بجد مبسوط جدا ان احنا انا اكتر والله بجد. واتعلمت منك شويه حاجات كتير النهارده. عيب الكلام ده مش عيب الكلام ده بنتعلم من بعض. لا والله انت على قديمه يا باشا. بنتعلم من بعض. هي دي الفكره، ان احنا لازم كلنا نقعد نتعلم من بعض، ومفيش كبير ومفيش صغير. والله فعلا والله يعني حتى ابسط من كده يا جماعه. يعني والله بجد دي حاجه مهمه، ان ساعات مثلا بنشوف ناس اصغر مننا بكتير ونشوف فيديوهاتهم. هقول لك برضه حاجه، مش عارف اقفل الفيديو، بحبه يا جدع بحبه. ساعات احنا من كتر ما احنا مثلا بقينا خلاص مسؤولين في حاجات كتير، ما بقاش عندنا الخلق ان احنا نقعد ندور. فبتلاقي الشباب الصغير لسه عنده الانرجي فبتعلم منه. مش عيب يعني يموت معلم وهو بيتعلم. واول ما تبطل تتعلم تعرف ان انت انتهيت خلاص كده. الحمد لله. بجد ثانك يو بسيوني على الجديد ده. الحاجات بقى اللي انتم بتعرفوها دي، سبسكرايب وفولو عند حسن ودوس على بسيوني وجرس التنبيهات بقى، وعارف الحاجات اللي بيقولوها دي، وجرس ان هو كويس ان انت فكرتني. احنا ما قلناش، ما تقوليش اقولها في الفيديو اللي فات يا ابن الذين. ماشي. عجوز. لو انت راجل ست قصادي